و32 ثانية. ونادي الزمالك النهارده لابس الفانيلا الخضراء، ودي هجمة للزمالك وجول. جول ابو العلا، بيلفها ابو العلا وحلوة، ومين يقابل؟ بترجع تاني وحلوة وعاملة واحد جول. يا خبر ابيض، ويطلع ياخد الكوره بكل قوه من غير خوف. ادي لعبه تاني حسام حسن، ضربه جزاء. انها ممكن تبقى صعبه على حازم، اقول لك ممكن تبقى صعبه، انما غير هو حطها في الناحيه الثانيه. مش عايزه بقى كلام، الوعي كله الحقيقه والخبره كلها. وادي حازم امام يحط كره حلوه لجمال حمزه والعائله اليسرى في نادي الزمالك لطارق السيد لابو العلا تاني، ومين يقابل؟ وحازم، وحط يا راجل لحسام، ويقدر حسام، واتحطت فعلا. وصبري يلا يا راجل. جول الهدف السادس في الدقيقة 23. طارق السيد في الشمال، وطارق عايز يرقص، الضغط عليه، لسه الكرة مع طارق، يقدر يلعب العرضية، والعرضية وجول وليد صلاح، أحمد صلاح من السودان، أشرف عبد الواحد، حسام حسن، وحسام وجول. يا ولد وجول، والهدف الثاني. وعلي على القوي هيبقى حلو قوي، وتتزحلق كوره وهدف عبد الحليم علي يحرز هدف المباراه الاول في الدقيقه 20. دفاعيه جدا بتوع اسك اهو، شوف على طول بيتضربوا ازاي، وممكن هدف جميل عبد الحليم علي الهدف الثاني. لسه بقول لحضراتكم تغيير ذكي عمله جهاز الكره لنادي الزمالك، وتتلعب عرضيه عبد الواحد خش التاريخ، ودخل التاريخ عبد الحليم دخل التاريخ ب3 اهداف مقابل هدف، وب3 نقاط ثمينه في اول مشواره في بطوله الانديه ابطال. وليد بيلعب واحده طويله لحسام، فكرتها حلوه، حسام وخطر، حسام هو جول حسام، هو جول حسام، جول جميل حسام حسن نجم كبير حسام حسن، وهدف رائع من كوره فيها ذكاء من وليد عبد اللطيف، ومهاره وفكر وخبره من حسام حسن. وسع لنفسه، عمل حساب التسلل، ثبت نص مره والثانيه وحطها برجله الشمال قويه وزاحفه بتيجي في الزاويه اليسرى. لو هجمه منظمه واحده بس تتلعب ويزيدوا كده في نص جوه المنطقه، بقول لحضراتكم ايه، ادي اول هجمه منظمه. 0-0 تعادلوا في رواندا، ادي وليد عبد اللطيف وتسديده حلوه، يا الهدف الثاني لنادي الزمالك، وليد عبد اللطيف. طارق بيلعب واحده طويله، كان ابراهيم طالع، والمره دي ركله جزاء. هنشوفها تاني اهو، طلع ابراهيم وزق واخده كده كتف، وائل الاباني ويلعبها جوه جول، وائل الاباني. ابراهيم حازم ولعبها لابراهيم، الجون ده يا حازم يا حساب، يا ولد ايه الحلاوه دي جول. بقت ماشيه كويس قوي لحازم وحازم بيلعبها حلوه لوليد، هوبا ركله جزاء يا على الكوره دي، وداخل حازم وجوه جول 3-0 جوه جول 3-0 حازم امام. ولد ليكون لاعب كرة قدم، والله فكرة وحازم، جول جميل يا سلام يا مدحت ويلعبها وليد، ونقل له طارق السيد، بيفوت طارق وبيلعب كرة عرضية، طارق هوبا جول
هو عبد الحليم علي، هي معمولة في بلايند سايد، في البلايند اريا، في الجانب الأعمى. نموذج من طارق السيد ونموذج من عبد الحليم علي. هو ده كلام الجميل. ويا سلام يا طارق يا سيد على الكروس اوفر أو الكرة العرضية. رقم 7 ماتوندو ده هجمه للزمالك من ناحيه الشمال، وعبد الحليم والانطلاقه جوه منطقه الجزاء، تولد شويه وتسمع مدي ركله الجزاء داخل حسام جوه الجول الهدف الزملكاوي الاول. من الباص السريع الطويل اهو 2 على 2 عبد الحليم لو 1 على 1 ويعدي يخش عبد الحليم يلا لحسام اتزنق الله ايه يا حسام ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ حسام الهمام يشوف من كل مكان. يا سلام عليك. سادتي انساتي سادتي، يروح الوقت بيمشي طبعا. نادر رجاء بيحط رجله على الارض، وادي تاني حازم وبيشوط والكوره حلوه. جول جميل ولكن بالخدعه. وشوف تامر بس كويس، ولسه بقول لحضرتك ان التسديد مهاره مهمه جدا. حط ايده فيها النزل عليت ولا سمع. تامر عبد الحميد، يا سلام يا تامر، يبقى احد اهم الاوراق في الكره عاليه فعلا عابره المحيطات، ويطلع حسام عبد المنعم البديل. وفي هذه اللحظه احبائي الكرام بيصفر عبد الحكيم الشلماني النصر مهاراته وابداعاته في اللقطه الحلوه اللي شاط فيها الكره والشاذلي حاول يجري النجم القدير تامر هو طبعا خدوه احسن لاعب في المباراه. تامر يستحق يا ابني. الامونيكي السكور الناس دي طبعا مصطفى ابراهيم وسامي الشيشيني وايمن منصور واشرف يوسف واخفق خالد الغندور واسماعيل يوسف. كان ماراثون 3 بطولات اللي خدهم برضه بضربات المعلات الترجيحيه. خالد الغندور اللي هو كان مؤهل نفسه انه يستلم هذا الكاس، بيشيل كاس وزنها 2.5 كيلو. لا والله وخالد الغندور يعني نقول بتاع 84 86 93 96. والنهارده بيزود المعنوي والادبي وهو الكاس افريقيا. حازم امام وحسام عبد المنعم ومحمد ابو العيله وبشير التابعي ووائل الاباني ومدحت عبد الهادي وطارق السيد وعبد الواحد الثاني وابراهيم حسن. بيحيي جماهير نادي الزمالك، لكن الحقيقه بقول مبروك للفريقين، مبروك للزمالك ومبروك للرجاء وصولهم وتشريفهم لينا وللكرة العربية، وصولهم للمباراة النهائية. لاعيبة نادي الزمالك ومحمولين على الأعناق حازم إمام اللي أدى أداء رائع في الشوط الأول. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.